السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، احلى متابعين في الدنيا واحلى ناس. بحبكم جميعا في الله. النهاردة انا جبت لكم سر الصابون السائل، اللي عندي بتاع المنظفات، اللي بيبيع لنا اللتر بالشيء الفلاني، وبيبيعوا لنا غالي جدا. اللتر سعر اللتر ده بيبقى غالي جدا. وانا بقى ايه، يعني واحد كده احنا متعاملين معاه من زمان، جبت من عنده بقى سر اللعبة دي، وجبت الصابون السائل اللي هو الأساس نفسه، الخام، المادة الخام نفسها اللي بيعملوا منها الصابون. الصابون اهي، الكيس الغامق الكبير اللي قدامنا ده، وكيسين الفري ده ممكن نحطه ممكن ما نحطهمش عشان بس بريحة الليمون. وبقية الأكياس دي اللون اللي انت عايزاه بتقولي له عليه. طبعا انا بحب اللون الاصفر اللي هو الذهبي ده. والبطاطس، نبتدي كده نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي اخد كمية البطاطس دي على قد كيلو كيلو الصابون الخام اللي انا اخدته منه. يعني الصابون الخام الكيس الكبير ده كيلو، فبيديني على قده بالظبط زي ما بيعمل آه، بطاطس، اللي هي المادة الكاوية اللي انتوا عارفينها دي يعني، او البطاطس زي ما تسموه يعني. معروف البطاطس ده من زمان يعني. حطيته كده في مية في جردل، واحطه في ميه بس لوحده عشان ايه، اسيبه يدوب خالص. خلي بالك من ايدك ومن وشك لانه بيسخن بسرعه، الميه بتاعته بتسخن. قلبته وسبته ايه بتاع نص ساعه كده لما اتاكدت انه داب خالص. بصي اهو راق خالص، الميه راقت اهي. خلاص ابتدي بقى اجيب طبق كبير واحط فيه ميه عاديه، واحط عليه كميه من البطاطس دي اللي هو اللي احنا دوبناه. حط كميه كده الاول، وبعد كده واحنا شغالين احط بقيه الكميه زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى كيس اقلب كده بس البطاطس الاول مع الميه اللي حطيناها. هيعمل لنا بصراحه، عمل لنا كميه كبيره جدا، ارخص بكتير بكتير ما بتشتري من بره. ادي الماده الخام اهي بتاع الصابون. دي الماده الخام اللي بيعملوا منها الصابون في محلات المنظفات. اقص كده من الحرف، وابتدي ايه، انزل كده. منزلوش مره واحده، انزله كده ورا بعض. نزلت الكمية كلها. طبعا بنعصر الكيس، ما نخليش في اي حاجة، ان هو بيبقى تقيل في الكيس. اقلبه بقى كده زي ما انت شايفة، تقلب معلقة خشب او خشبة كده في ايدك تقلبي بيها. بلاش المعدن، لان احنا لسه البطاطس قدامنا، وبلاش نقلب بالمعدن يعني. لقيت الطبق اللي انا كنت حاطه فيه لقيته صغير، فحطيت الموضوع، حطيته في طبق اكبر شويه، طبق الغسيل الكبيره دي عشان تعرفي تشتغلي فيه. وابتدي بقى ايه، اقلب كده. تقلبي كتير جدا، كل ما بتقلبي الرغاوة بتكتر، وهو نفسه بيتقل، الصابون نفسه بيتقل، والرغاوة بتطلع على الوش زي ما انت شايفة كده. ده بقى ايه، ريحة الليمون عنده كل الروايح اللي انت عايزاها اللي انت بتحبيها. طبعا هو ايه، اداني حبة صغيرين عشان طبعا انت عارفة الحاجات غليت. ده اللون، اديني اللون الاصفر اللي انا قلتلكوا عليه في الاول اهو. ابتدي بقى ايه، ارشه كده على الوش اهو، شايفه يديني اللون الاصفر الذهبي ازاي. دي بقى المادة دي اللي بتدي سمك للصابون، بتخليه ايه تقيل. خلاص نبتدي بقى نقلب كل المكونات اللي احنا عملناها دي، احنا ضفناها مع بعضيها. تفضلي تقلبي بقى، كل ما تقلبي يبقى احسن. يعني نقعد مثلا بتاع ربع ساعة كده او 10 دقايق، نفضل نقلب نقلب كده الايه المكونات كلها مع بعضيها. طبعا انا ما مليتش الطبق برضو على الاخر عشان اقدر اتحكم ما يدلقش مني في الارض. بس كده برضو هنزود كمية المية، لان كده يبقى تقيل جدا.
خلاص. الطبق ده عميق قوي، ياخد كمية كبيرة. قلبت كده، جبت الكيسين الفري، انا بس خدت ايه، حطيته عشان اهو مكتوب ايه، بريحة الليمون المركز، عشان يبقى ريحته حلوة. ممكن تستغنى عن الكيسين دول، مفيش مشكلة خالص. طبعا هو ما بيعمل عنده في المحل ما بيحطش الكيس دي غالية، ما بيحطش، فبيحط اللي هي الريحة، اللي هي الحاجات السايلة دي، زي اللي شفتها في الأول. فديت كده الكيسين، وابتدي أقلب، الريحة طلعت اهي، لأن الكمية اللي كان مديهالي قليلة. ممكن في الحالة دي لو عندك جليسرين، حط شوية جليسرين برضه عشان ايديكي. لو مفيش مشكلة خالص. ابتدي بقى اوريكم اهو. بص بقى الصابون بعد ما اتعمل، بص المنظر، بص الرغاوي، نسبة الرغاوي قد ايه، بص سمك الصابون، بص عامل ازاي، تقيل جدا. لسه ما ضفناش عليه اي حاجة، لا مية زيادة ولا اي حاجة. اهو، شايفين المنظر؟ ما شاء الله، اللهم بارك. بجد اداني كمية كبيرة جدا جدا. شايفة المنظر وهو نازل، بص تقيل ازاي. انا بوريهولكوا اهو، شايفين؟ بص نازل بتقل ازاي. والريحة بقى ما اقولكيش، ريحة جميلة جدا بصراحة. يعني في ناس عندها ضمير بصراحة. يعني انت لو رحت قلت له اديني المادة الخام دي، هيقولك لا لا مش موجودة. وهم بيستعملوها، هم بيجيبوها اصلا بيستعملوها في في عندهم في المحلات. بس ده واحد بنتعامل معاه من زمان جدا جدا، وبجيب منه المادة الخام دي، ووراني السر طبعا ازاي نعمله. صراحة موفر جدا جدا جدا. يعني احنا بنجيب اللتر دلوقتي طبعا، ومش بالسمك ده، بأقل حاجة 10 جنيه. أقل حاجة دلوقتي في عند بتوع المنظفات 10 جنيه، وتلاقيه مليان مية. تشتري مية أصلا، مش بتشتري صابون. مثلا ادي الجردل التاني، نعد كده: واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اتنين. بس الصابون نازل عامل ازاي، وكل مدى كل ما بدي رغاوي اكتر وتقل اكتر. يعني بعمل الحركة دي كمان عشان بيدي تقل للصابون. كده حطينا 3 اهو. نجيب من الجنب التاني عشان الصورة تبان. ادي الرابع. مم. يعني الدورق ده حوالي لتر. ادي 5. ادي 6. 7. 8. ادي 9. بصوا طبعا الجردل لسه متملاش. دون الجردل ده بتاع البويات، ده بتاع المعجون، بياخد 15 لتر، ساعات 16 و17 كمان. فاحنا بنقول 15، احنا مش هنسيحه على الاخر يعني. بياخد 15 لتر، يعني الجردلين دول هياخدوا 30 لتر. وخليك معايا واحدة واحدة اهو، وهثبتلك ان هما اكتر من 30 لتر. ادي الجردلين اتملوا، ادي 30 لتر. والازازتين الصغيرين دول كل ازازة لتر، ادي 32 لتر. وادي الطبق لسه فيه 5 لتر اهو. والجيركن حطيت فيه حوالي نص اهو، فيه بتاع 3 لتر. الجيركن ده 4 لتر، يعني قول 2، وادي 2، 4 و5 9، وادي 15. يعني انا بقول ويم كده، يعني حوالي 40 لتر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصي منظره تحفة، شفاف ازاي وجميل وتقيل. يعني ايه، تحس ان هو مش تقيل بس هو تقيل جدا. ناخد شوية كده من الازازة بقى تجربة. ازاز صغيرة، قفلت طبعا الجرادل كلها وركنتها على جنب.
احط شويه كده اوريكم. بص التقل والجمال نازل من الازازه، اجربها قدامكم. ما شاء الله، اللهم بارك. يعني توزعي كمان وتدي حبايبك كمان لو انت عايزه توزعي يعني. جايب ليفه كده واحطها في الصابون. الصابون ده خام لسه عاملينه بتقله بكل حاجه. بس الليفه بتخش فيه بالعافيه من تقله، تقيل جدا. لسه ما حطيتش حاجه عليه. بص عامل ازاي ما شاء الله. بص النعومه، النعومه على ايدي عامله ازاي ما شاء الله. بص الليفه تقلت ازاي ما شاء الله. لسه ولا قلبت ولا عملت، مجرد ما حطيت الليفه بس وعصرتها كده في ايدي. ما شاء الله. يا جماعه معلش البقع اللي في ايدي دي ده عامل وراثي بصراحه. يعني محدش يقشعر من المنظر ده، ملوش اثر خالص. ده عامل وراثي يعني. يعني انا وارثه في والدي في موضوع البقع البن دي. ربنا يشفينا ويشفيكوا ويعافينا كلنا. خلاص كده. بص المنظر، بص الرغاوي، بص التقل والجمال. ده لو خفيف هتبص تلاقي الليفة دي نزلت تحت هبطت، لو هو متزود ميه كتير. هنيجي في المرحلة الجاية. بص كده هنحاول نزوده شوية مية كده ونشوف ايه اللي هيحصل. أهو. جبت مية عادية خالص زي من الحنفية وحطيت شوية واوريكم المنظر. ده بيتقل اكتر يا جدعان. بص المنظر، ده تقل اكتر من الاول ما شاء الله. اهو. يعني انت لما تيجي تستعمليه هتحط شوية صغيرين قدامك على الحوض وتزوديه مية. يعني احنا منحطش على طول زي ما انا وريتكم في الاول كده، لا. انا كنت بوريكم بس، شوف اوريكم التقل بتاعه قد ايه. بص، بص عامل ازاي. اللهم بارك. يلا بقى شوفي واحد بتاع صابون كده ما شاء الله، يكون عنده ضمير. حطيت مية تاني اهو عشان اوريكم. بس كل ما نحط مية بالرغاوة بتزيد اكتر ما شاء الله. اللي عايزين احلى لايك من ايديكم الجميله. الصابون الجميل ده، واللي عايز اي استفسار يبعت لي في الكومنت واقول لكم على اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.